وثانيا للأثر للطهارة، آثار في نظافة اللباس والشعر اللذان أولاهما الإسلام عناية خاصة، حيث أمر أن يكون الإنسان حسن المظهر والمنظر وكريم الهيئة والهندام، ودعاه أن يتصف بالأناقة والتجمل، فالله جميل يحب الجمال، ورغبه أن يكون نظيفا في شعره ولباسه. فقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أشعث فقال: أما وجد هذا الرجل ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا عليه كذلك ثياب وسخة فقال: أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وجاء رجل ثائر الشعر واللحية فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بإصلاح شعره ولحيته ففعل، ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه